ما اعتقدش يا ظريفة، اجري اجري. يلا يا بنتي بقى كفايه اكل بالليل كده، غلط. غلط ازاي يعني يا عمر؟ ماما بتقولي على طول كلي عشان تكبري. هتكبري اكتر من كده ايه؟ انت لو اكلتي تاني هتقعدي تكبري لحد ما تتملي وبوم تتفرقعي في الاوضه وتخنقينا ونموت كلنا. يا خبر. عادي يا عمر، ما تحطش في دماغك. انت حر. أقوم أنام أنا بقى. يا نهار أبيض، ده أنا كنت هتاكل بجد. هو كلام عمر هيطلع صح ولا إيه؟ هو أنت بتعملي إيه يا ماما؟ بعمل إيه؟ ابدا، عندي مشروع تخرج ولازم اخلصه دلوقتي. ما اقصدش يعني يا ماما، بس اقصد اللي بياكل وينام بعديها ده على طول بيحلم احلام وحشه كتير وهو نايم. كل الكلام ده تخاريف يا فريده، ما تصدقيش اي حاجه. ايه وانا بكلمك دلوقتي ما فيش الكلام ده؟ يعني ما فيش الكلام ده، خلاص بقى. صحتي؟ ايه ده بقى؟ انا عايز اعرف. دي صباع كفته. ما انا عارف انها كفته، حد قال لك يعني اللي هي متفجرات؟ يعني انا بقول ايه اللي جابها جوه بقك؟ هو من كتر الكفته يعني عندنا في البيت بنقفل باب بقنا ولا ايه؟ بصراحه انا نسيتها ونمت، ويا ريتني ما كنت نمت، ده انا كنت هتاكل. تتاكلي ازاي يعني؟ بص يا حاج، انا حلمت ان الوحوش والعفاريت كانت بتجري ورايا وعايزه تاكلني، بس الحمد لله انت قومتني من الحلم في الوقت المناسب. طب يلا عشان تاكلي الهدوم اللي هروح بيها الشغل بكره. حاضر. بقول لك ايه يا عمر؟ عاوزه ايه؟ خد والنبي الايس كريم ده كله عشان خاطري. لا انا ما باكلش قبل النوم كده طبعا، كلي انت. ابوك غصب عليا يا عمر ان انا اكل، عشان لما مش باكل بيغمى عليا، ولما بيغمى عليا بروح للدكتور، ولما بروح للدكتور بنركب العربيه، والعربيه محتاجه بنزين وده بيكلفه فلوس كتير، فهو شايف ان انا اكل احسن وارخص وانا مش قادره اكل. خلاص هات. A few moments later. ماما ليه بتعملي كده يا ماما؟ في ايه؟ عمر اصحى، في ايه؟ ايه يا ماما؟ ليه بتعملي كده يعني يا ماما؟ بعمل ايه في ايه؟ هو انت عشان بقيتي نظرة المدرسة يعني يا ماما تبقي سرقة الحنفيات بتاعت الحمام يعني؟ انا بسرق حنفيات؟ انا اصلا ما بشتغلش في اي مكان، يبقى حنفيات ايه اللي هسرقها من المدرسة دي؟ يبقى كابوس يا ماما، كابوس. انا قلت اكيد كابوس، انا ما توقعتش ان امي تسرق حنفيات خالص. طب قوم يلا خلص علشان تشوف اللي وراك ايه. ماما من اللي على الباب؟ ما تفتحها بط ظريفة، انت مش عارفاني ولا ايه؟ انا ام حميدة بت. الله يخرب بيتك انت وبنتك في يوم واحد. خلتنا اتخض منك لله، روحي يا بعيدة انت وبنتك. انت ما تعرفيش ولا ايه يا ظريفة؟ النهارده عيد الهالوين.
وده بيعملوا بقى فيه ايه العدة؟ بيجيبوا وحش يذبحوه ويعلقوه ويفرقوه على الناس. وحش ايه بس ده اللي يذبحوه؟ الناس بيلبسوا وش كده ويقعدوا يخضوا بعض فيه. انت بتتكلم جد يا ولية انت؟ ايوه امال يا بنت الظريفة. طب وحياة سيد اللبلوبي بيخضوا فيه بقى. طب روح انت بقى دلوقتي عشان انا هروح اعيد على الحاج واقول له كل سنة وانت طيب. بخ. ايه ده بقى؟ بطلي عبط بقى يا ظريف، ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت مش شايفني يا حاج؟ ياما ايه ده؟ يعني اتخضيت من وشي وما اتخضيتش من الرعب اللي انا عاملاه. رعب يا ظريفة، دي الاشباح ارحم. كده؟ طب انا مخمساك يا حاج. هو انا برضه اقدر على زعل الجميل؟ حاضر. ايه الصوت ده؟ يمكن في حفلة هالوين في الحمام على رأي ام حميد. ما اعتقدش يا ظريفة، اجري اجري. يلا انا اصلا خاطر على بورد. وخلصت حلقتنا. قولوا لنا بقى مين اللي كان بيغني ورا ستارة الحمام؟ اللي ركز فيكوا قوي هو اللي هيعرف الإجابة. أنا بشكر أصدقائنا ملك محمد أحمد ولمياء عادل وريناد عادل ومنى سعيد ومحمود سعيد. ما تنسوش اللي عجبته الحلقة النهاردة يعمل لايك بسرعة، واللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس اشتراك ويفعل الجرس، ونشوفكم بخير. الهالوين كتير ما بنعرفش ناكل بقية الشهر، وفي كده بيقول لي ابوك غاصب عليا يا عمر.